اول حاجه اللازانيا بيبقى فيه منها نوعين، في نوع بيتسلق ونوع ما بيتسلقش بيتحط على طول. النوع اللي انا جايباه ده بيتسلق. هنجيب حله نحط فيها ميه تغلي، نحط معلقه ملح، المكرونه، ورقه زبده ونبدا نفرد كده عليه، احطها كده واجيب بقى الورقه دي احطها برضو فوقيها كده ما بين كل طبقه وطبقه من المكرونه. تاني حاجه هنعملها هي اللحمه المفرومه. نحط شويه زيت، معانا بصلايه متقطعه مكعبات، عندنا توم مهروس، ونقلب هنحط بقى اللحمه المفرومه. انا هنا حطيت معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، رشه جوز الطيب، وحطيت مكعب مرق دجاج. نحطهم بقى كده ونقلب. عصير طماطم فريش، عليه 3-4 معالق صلصه جاهزه، هننزل بيهم على اللحمه. بسم الله. سيب بقى الصلصه تتسبك مع اللحمه، وبعدين ارجع لكم تاني. هنحط طبعا رشه ملح صغيره جدا علشان احنا حطينا على اللحمه المفرومه، وزيها شويه فلفل اسود رشه برضو صغيره. هنا بقى البشاميل، الحله بتاعتنا نحط فيها زبده. انا حطيت يعني مكعبين زبده كبار، ننزل عليهم بالدقيق 3-4 معالق هرميه دقيق، ونقلب بقى نسيبها كده لحد بس يعني ريحه الدقيق كده تبان تظهر معانا، وبعدين هننزل بالحليب. نبدا بقى ننزل بالحليب. بسم الله. برفع طبعا الحله من على النار وابدا ان انا اقلب كده عشان الدقيق ما يعملش معايا تكتلات. بصوا هقلب كده، اول ما احس ان الدقيق والزبده بداوا كده يبقوا مع اللبن كده كلهم مفيش اي تكتلات، هبدا ارجعه تاني على النار. هنا رجعته تاني على النار الحليب. هبدا اقلب بقى كده، وهو هيبدا يتقل. احنا مش عايزينه ولا تقيل قوي ولا خفيف، عايزينه وسط. هنا بقى انا يعني بصوا شايفين السمك بتاعه، انا عايزاه كده. انا حطيت 5 معالق دقيق كبار، وحطيت كيلو حليب. يلا بينا نرص الصينيه بتاعه اللازانيا. نسيت اقول لكم ان احنا هنحط رشه ملح ورشه فلفل اسود على البشاميل، ونقلب بقى كده. هو مبدئيا كده احنا كل اللي بيعملوا اللازانيا بيعملوها في صينيه بتكون بايركس، انا مش بحب الازاز فهعملها في صينيه ألمونيا، سامحوني. هنحط اول حاجه كده كبشتين كبار من تحت بشاميل، وهنا هنبدا ناخد اللازانيا بمنتهى السهوله ونحطها في الصينيه بالشكل ده. هنرصها بقى. رصينا اول طبقه، هنبدا نحط عليها برضو بشاميل تاني. هنحط جبنه موتزاريلا ما بين كل الطبقات اللي احنا بنعملها دي. ننزل بس عشان نطلعها من الفريزر. نبدا نحط الجبنه الموتزاريلا على اللحمه المفرومه، نبدا ناخد كده وننزل على اللازانيا، وبعدين هنحط تاني طبقات اللازانيا. طبعا في بتتسلق وفي ما بتتسلقش، بتبقى مكتوبه على العلبه بتاعتها. انا جايباها اللي هي بتتسلق. اوكي، حطينا طبقه تاني، هنبدا ننزل بطبقه البشاميل. بسم الله. هنحط برضو جبنه، ننزل طبعا بالجبنه الموتزاريلا.
وهناخد كمان من اللحمة المفرومة، ننزل كده. هنحط اخر طبقة او اخر شوية معانا، ان انا بصراحة ايه حطيت 4 طبقات كده. دي كانت اخر طبقة معانا. نبدأ بقى نحط جبنة موتزاريلا، بسم الله. واخر حاجة البشاميل بقى، نحط عليها بقى بقية البشاميل، بسم الله. خلصنا. هنحط برضو شوية جبنة موتزاريلا على الوش كده. الصينية بتاعت اللازانيا جاهزة تدخل معانا الفرن اللي احنا شغلناه في نص ما بدأنا الوصفة. بتاخد بالظبط من ساعة الا ربع لساعة في الفرن. بقى نقطعها، بسم الله. بكده تكون خلصت اللازانيا. بصوا الطبقات بتاعتنا اهي زي ما انتوا شايفين، ريحتها وكمان طعمها خيال. يا ريت تجربوا الوصفه. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، واللي لسه مشتركش في القناه اعملي سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.